تعالي لما اقولك ازاي غيرت شكل ايديا كده ب10 جنيه. ايوه الضوافر دي ب10 جنيه. يلا بينا ونشوف هنعمل ايه. ما تنسيش تعملي لايك وكومنتات كتير. جبت علبة ضوافر زي ب35 جنيه بس غيرت شكل ايديا خالص. دي علبة ضوافر، العلبة دي ب35 جنيه. ايوه زي ما سمعتوا كده. العلبة دي بقى يا جماعة مليانة اشكال والوان، بص كل اللي تتخيلوه، الاحمر والبني والابيض والنبيتي والاسود. لو لسه بتتفرجي بقى ما تنسيش تعملي لايك كده وكومنت. واللون السيمون والشفاف اللي لو عايزه تدهني لون مونوكير، واللون الابيض طبعا لزق الصاروخ ده لازم تجيبوه، ما تجيبوش اي نوع تاني وعلى ضمانتي. الصاروخ ده فظيع. الضوافر دي هتقعد في ايدك شهر وكمان ينفع تصلي بيها عادي جدا. هنمسك بقى اللي هو المبرد ده ونبتدي ان احنا نبرد ضوافرنا كويس قوي زي ما انتم شايفين، برده اللي هو تديها خشونه. ونقيس مقاس الضافر على الضافر قبل طبعا ما نحط لازم كده اقعد اقيس واجرب واشوف مقاس الضافر على ضفري لازم يكون مظبوط تمام اهو. تمام. هظبط المقاسات وارصصهم كده جنب بعض عشان يبقوا جاهزين، عشان خاطر لما اجي الزق تبقى الدنيا معايا جاهزه وسهله. انا بردت هنا الضوافر وجبت اللزق اللي هو الجلو ده اللي هو السوبر جلو، بتحطيه كده وتبتدي ان انت تضغطي كده. بتاخدي نقطه وتوزعيها بالانبوبه، مش كل ده وتبتدي تضغطي على الضافر 5 ثواني 10 ثواني. انت هتحسي الضافر مسك ولا لا. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك. بس كده سهله جدا الموضوع، مش هياخد منك 5 دقايق بالظبط. برضو هنجيب اللزق ونقيس ونبتدي ان احنا نضغط 5 ثواني. عندكم بقى كل الالوان اللي تتخيلوها. انا اخترت اللون البني الفاتح ده خفيف كده ولطيف، حاساه مناسب لاجواء الشتاء اللي احنا فيها وحلو كده. يعني حاسه ان اللون ده ترند قوي في الجو اللي احنا فيه ده في الشتاء، ولذيذ على ايديا ولطيف زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو. شكله قمر جدا. العلبه مليانه كميه ضوافر، وعلى فكره هم مش 10 ضوافر بس، هم حوالي 24 ضافر او 25 كمان ضافر. كل لون حوالي 25 ضافر. العلبه كلها على بعض سعرها غريب جدا بس حقيقي ماتيريال وهم دي يا جماعه. العلب بتاعي ان خلاص. بصوا انا رزقت الايد كلها اهي. بصوا بقى اختلاف بين الايد دي والايد التانية. بصوا الاختلاف خطيره روعه. هجيب بقى طبعا الضوافر، هقيس المقاسات على الايد التانية وابتدي ان انا ابرد. بصوا ببرد ازاي. ببرد الحروف وببرد في النص بس بالراحه، يعني مش جامد قوي عشان ما تعوريش نفسك وعشان ما تشيليش طبقه كبيره من ضفرك. لازم تبردي بالراحه خالص. هتتفرجي بقى ما تنسيش تعملي لايك وتقولي لي ايه رايك في الضوافر على مهلك، علشان خاطر الضفر ما يتعورش او الجلد اللي حوالين الضفر ما يتعورش اهو. بصوا شايفين ببرد ازاي. ببرد بالراحه خالص، والاماكن اللي انا ما بردتها بعيد عليها كده وانا راجعه بقى من عند الضفر الصغير كده زي ما انتم شايفين، وبرده بالراحه. وبعدين اجيب الفرشه دي وابتدي ان انا اشيلها بقى على جنب. اجيب الفرشه كده وابتدي ان انا انفض البرد اللي كان على ايديا عشان اعرف الزق الضوافر. دي الضوافر اهي جمعتها كده. ابتدي بقى بالترتيب. دلوقتي انا لما اجي الزق الضوافر، لو انت ضوافرك اصغر من الضوافر اللي في العلبه تعملي ايه؟ هوريكي تعملي ايه. بصوا انا هنا مثلا لزقت الضفر ده، وعلى فكره بعد ما لزقته اكتشفت ان الضفر ده كبير شويه على ضفري، محتاج ان هو يتبرد من الجنب شويه. تمام. يعني انا هعمله بعد الفيديو. بصوا بقى هعمل في الفيديو ايه دلوقتي. لما اهو انا بقول لك هنا لو عايزه تبرديه بتبرديه من الجناب. هجيب هنا الضافر اهو، اكيد مش هنرمي كل الضوافر الكبيره على ضوافر. هاجي هنا الزق. بعد ما لزقت هكتشف ان الضافر كبير على الصباع. بصوا حسيت انه كبير، رحت شايلاه تاني ورحت جايبه المبرد وابتديت ان انا ابرد من الجناب زي ما انتم شايفين اهو. ببرد من الجناب علشان اصغر الضافر، اصغره واظبطه على مقاس ضوافر. بالنسبه بقى لان انا قلت في اول الفيديو ينفع تصلي بيهم. طبعا ينفع بس مش باللزق ده. في لزق بيبقى جاي كده بتشتريه سوبر لزق اللي هو قصدي دبل فيس كده بيبقى جاي معاهم، او بتشتريه على حسب ما انت عايزه. بتحطيه على الضافر وتلزقيه على ضفرك عادي، وساعه الصلاه بيتشال وتصلي عادي وترجعي تلزقيه تاني عادي جدا ما بيبصش. بيتشال ويتركب ويتشال ويتركب كذا مره. انا هنا عماله ابرد الضوافر اللي الاقيها كبيره على ضوافري كبيره،
بخليها صغننه كده على قد الضافر. ليه؟ لان الضافر لو كبير على ضوافرك هيتخلع، مش هيقعد معاكي حتى يومين، يوم واحد حتى مش هيكمل. فلازم تبردي الضفر كويس وتظبطيه على قد ضوافرك علشان خاطر يبقى يقعد معاكي اسبوعين 3 على حسب ما انت عايزه الضافر يقعد معاكي. فاهمين قصدي؟ اهو انا هنا ببرد كل الضوافر، لان انا غالبا في الايد التانية استخدمت الضوافر اللي هي مقاسها مناسب لايديا التانية، فالايد دي مقاسها اصغر. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك. فطبعا كل ضافر هاجي احطه لازم ابرده واظبطه على قد الايد، وبرده الموضوع ما بياخدش منك 5-6 دقايق بالكتير قوي. اهو ببرد وبحط عادي الضافر والدنيا زي الفل جميله. فاضل ضافر صغير خلاص هبرده برده علشان خاطر حسيت انه كبير شويه علشان ما يتخلع. بصوا اللون جميل ازاي، بصوا يا خراش على اللون وجمال. قولوا لي بقى انتوا بتتابعوني منين، ولو لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد هنا اعملوا لايك كده وقولوا لي بتتابعوني منين، بتتفرجوا عليا منين. بصوا يا جماعه، بصوا شايفين بقى بعد ما خلص بصوا شكله تحفه. على فكره عايزه اقول لكم الضوافر بتغير من نفسيه 360 درجه، بتحس نفسيتك اتغيرت للاحسن مع الاكسسوارات بتاعتك او الذهب. زي ما انا لابسه كده الذهب بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى يفرق جدا. ده شكل العلبه يا بنات اهوت ب 35 جنيه من اي محل بتجيبيها. لو عايزين تعرفوا انا جايباها منين هبقى اقول لكم من المحل اللي انا جايباها منه. بصوا شكلها تحفه وخطير، حلوه قوي، بتحلي شكل الايد، بتخلي شكل الايد كده قمر. بالذات بقى لو انت عروسه او بنت كده بتروحي الجامعه كل يوم او بتشتغلي وبتحبي يبقى شكل ايديكي حلو. شايفين؟ وشكلها بقى ده كده تصوير من غير ما ابقى في الشمس، في اضاءه الشمس. بصوا بقى لما تيجي تمسكي حاجه كمان شكلها شيك قوي هنا بقى في اضاءه الشمس. بصوا اللون بقى على الطبيعه في الشمس خطير يا جماعه، جربوه بجد هتغير في شكل ايديكي جدا وهتفرق قوي في شكل ايديكي. هتحسسك كده ان ايديكي شكلها انثوي اكتر ولذيذ كده وحلو. قولوا لي رايكم، الضوافر الاولانيه عجبتكم اكتر اللي ب10 جنيه ولا التانية اللي العلبه كلها ب 35 جنيه؟ انا هنا مسكت كده اي روج بوريكم كده شكلها عامل ازاي، شكلها خطير في الايد. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنتات.